لا تنكليكي على هذا اللين. هذا شنو؟ واش العواضي؟ الإلحاد ممدوح الحربي. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا. ودابا هضر على الإلحاد وداير تصاور ديال بزاف الناس تما ما ملحدين ما والو. داير خلوطة زعما دابا هو داير داروين هتلر مخلطة. في كل صيف من بلاد المسلمين تسربوا والنصر. القضية ديال من؟ ديال ابن عمر. شنو ما فهمت شنو بالضبط؟ ان ابن عمر عنده قضايا ماشي قضية واحدة. ما قضية ابن عمر؟ واش ديال الجارية ولا ديال فاش؟ الحديث ديال الجارية نعم، هو كاين مجموعة ديال الطرق اللي ضعيفة وكاين بعض الطرق اللي صحيحة، نعم على حسب اللفظ. ومسألة ماشي بيزاغ، لأن عادي داكشي اللي دار ابن عمر ممكن يديروه الناس في الشريعة الإسلامية. ممكن أنك تمشي لسوق النخاسة يعني تلمس الجارية وممكن تطالع عليها وتشري، يعني بحال تشري المعيز، بحال اللي تشري معزة، ان سوق النخاسة بحال المعيز. فانت من تمشي تشري واحد الحولي مثلا في نهار العيد، واش غادي تمشي تشري حولي سردي سمين ولا تمشي تشري حولي ما فيه والو، ما هز والو معطم؟ فانت تمشي تشوف فوالا، فانت تمشي خاصك تشري لنا سلعه هذيك، لان اللي تتباع في سوق النخاسه راه سلعه، فانت خاصك تمشي تشوف وبالثمن. يعني وحده بيضه مثلا ولا هذه غتكون اغلى ثمنا من وحده اللي ربما كحله ولا هذه، لان كل بثمنه. يعني وحده شبابيه عاوتاني غادي تكون اعلى ثمنا. فاسواق النخاسه راه هي اسواق للربح، فانت تبيع، هذيك تجاره، تبيع وتشتري في الناس. فاكيد ان كل حاجه بثمنها، وكل حاجه، والمليح حتى هو بثمنه، ومول المليح باع وراح. ما هو الحرام في الجنه؟ الجنه ما فيها لا حرام لا حلال، ما بقاش التكليف في الجنه، ما كاينش التكليف، اذا ما كاين لا حرام لا حلال، فكل شيء حلال. لوستيك الله كاين، وخاصك دير ديفينيسيون ديال الله باش نعرفوا نجاوبوك. اين الله فيهم، واين كونسيبت ديال الاله تتهضر عليه. اما غير الله يعني تتلخصها كلها في الله، ما نشوفوا هاد ممدوح الحربي اش تيقول ونرجعوا الى كان حامض نشوفوا شي حاجه اخرى. في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا، دير عندهم الآهات هذه فقاربوا وتقربوا، تتأثر فيك هذا التأثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صوته والصلاة ناقص. والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى إلا درت هكا تيزيد الصوت. أرحب بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن العلمانية، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن المدرسة الإلحادية أو ما يعرف بالإلحاد. وكما عودناكم سنتكلم عن العناصر التالية. سنتكلم عن التعريف بالإلحاد، نعرف الإلحاد ونذكر أنواع الإلحاد، المدرسة الإلحادية أو ما يعرف بالإلحاد. أوكي. الإلحاد، ثم أشهر الشخصيات الإلحادية وأفكار ومعتقدات الملحدين، ثم تواجد وانتشار الملاحدة. نبدأ بالتعريف. عرف. الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة العدمية، فكرة تسمى فكرة العدمية. وهذه معناها باختصار حتى لا نتشعب ولا ندخل في التفصيلات، هو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. إنكار وجود فيدعي عزيز حبس ربك، حبس. اش من إنكار؟ عزيز عليهم يقولوا هذا إنكار، تسمعوها دائما. إنكار هذا ينكر وجود الخالق. إنكار هي العلاقة ليست إنكار، هي عدم إيمان ماشي إنكار. لأنك أنت من تنكر شيئا فأنت تؤمن بوجوده، لكن تنكر ذلك. أنت عارف بأنه كائن ولكن تنكر وجوده. فهمتي؟ بهذه ديال ولو معزة طارت، يعني أنت عارف راه كائن
ولكن أنت تنكر وجوده، هو راه لا علاقة. الملحد لا يؤمن بوجود الآلهة، لا يؤمن بوجودها، ليس ينكر وجود الآلهة، لا يؤمن بوجودها. فهما تيستعملوها بالعاني بديك اللعبة ديال حنا غير حنا. الملحد راه غير ولد الحرام، الملحد واحد ولد الحرام، أنه عارف كاين الله ولكن تنكر الوجود ديال الله. واحد ولد الحرام هذا، الله كاين ولكن انت تنكر الوجود ديالو. واسي محمد انا راه ما تنامنش بان، انا ما متيقش بان الله ديالك كاين. راه كاين فرق كبير ما بين تنكر وجود شيء ولا تؤمن بوجود شيء، فرق قدو قداش. ولكن هما تيديروا هكا لان تجيهم زوينه. دابا المسلم مثلا ولا المؤمن من تيسمع هذه الهضره هذه تجيه بنينه، من تيقول لها الملحد ينكر وجود الله، فتجيه بنينه هذه الهضره هذه ان الله راه كاين، ولكن ولد الحرام هذا الملحد هذا ينكر وجود الله. لان لا قال لها الملحد لا يؤمن بوجود الله، هذه بسيطه، ما تجيش ثقيله على المؤمن، عادي ولكن الا قال له ينكر وجود الله، اوف ويلي زيد. الملحدون بأن الكون وجد بلا خالق، ويعتقدون أن المادة أزلية. إيش معنى أزلية؟ بمعنى أنها أبدية. فيعتقدون أن المادة هي الخالق والمخلوق. المادة هي التي خلقت نفسها عياذا بالله تعالى. وهذا يعني تماما كالذي يأتي لنا الآن، يأتي شخص الآن ويقول يعني لا بد أن تصدقوا وتؤمنوا بأنه قبل مثلا 10,000 سنة هبت ريح شديدة في الصحراء المصرية، ثم بعد أن زالت هذه الريح أنشأت الأهرامات. ما زال الناس هادو تنشوفهم معطلين بشي 200 عام. هاد الناس هادو داك المؤمنين المسلمين بهادشي ديال النقاش وهداك لي زارغيومون وهادشي ديال الانتليجنت ديزاين معطلين شي 200 عام قدام. مازال تيهضروا لك على باسكال بلاز، مثلا تيهضروا لك على الواتش ميكر ارغيومنت، وتيهضروا على البوينغ 700 مازال قديم. هادشي اللي ما بقاوش يستعملوه، يعني الملاحده ديال المؤمنين المسيحيين في امريكان داكشي ما بقاوش يستعملوا هذا الشيء هذا لان قديم هادشي هذا ما مغبر. تجاوب عليه شحال من مره ومناقشات، داكشي داز وهضروا عليه فلاسفه ومات، ومازال هاد الناس هادو تيجي تيقول لك ريح هبت وظهرت الاهرامات. شنو العلاقه؟ راه لا علاقه. شنو العلاقه ما بين البيج بانج؟ شنو العلاقه ما بين التطور؟ شنو العلاقه ما بين الايبايوجينيسيس وما بين الاهرام اللي حجر وطوب بناها بنادم؟ شنو العلاقه؟ لا شيء. طبيعة الحال الريح ما يمكنش تصوب الأهرامات لأن الأهرامات مصوبة بالحجر، لابد أن يكون شي واحد هز الحجر وصوبها بنادم اللي صوب الحجر. لا علاقة بالبيج بانج، لا علاقة بالإيبايوجي. ولكن هما ما تيمشيوش لهذه القضية هذه، تيمشي صافي عندك أنت كمبيوتر في البيت، شكون اللي صوب الكمبيوتر؟ إذا الكمبيوتر ما يمكنش يكون جاب بوحدو، إذا الكمبيوتر ما يمكنش جاب بوحدو، إذا الله كاين. أنا صوبني السكس ديال الوالد والوالدة أخويا وكيل مالك، يلا قول لي دابا والوالدة شكون اللي صوبها؟ هذه الريح أنشأت الأهرامات ولا يوجد شيء أصلا اسمه فراعنة. هل نستطيع أن نصدق هذا؟ أبدا. وقد يأتي إنسان آخر ويقول لابد أن تصدقوا أن ريح مرت ديما الريح على كومة من الخردة. هاي البوينغ 747. هذه الريح حينما مرت على هذه الكومة من الخردة صوبت طيارة، صنعت طائرة مثلا. ماشي مثلا ماشي مثلا، المثل راك انت خديتيه، ما تيقول لك مثلا 747 وراك انت خديتي المثال، راه كاين، خاصك راه ترجمتيه للعربيه. تيدير راسو بحال راه هو يلاه اخترع دابا هذا المثال المغبر، يلاه اخترعوا دابا. مثلا نقول مثلا طائرة مثلا 747. الله يعطي ربك التولال في الطابور. هل يصدق هذا؟ لا يصدق. إنما هناك حضارة فرعونية هي التي صنعت هذه الأهرامات، لها آلاف السنين، وهناك شركات معتبرة ومعروفة. اوكي بلاتي نشوفوا الاخ ديالنا باش ما يتقلقش. وكيل الملك، وكيل الملك انت قديم، وكيل الملك رجعتي انت من الناس القدام ياك.
ماشي جديد نتايا. فوالا جاي دير لنا صاحبي دير لنا القلق والازعاج. انت من دوك اللي كل نهار حال وعقل. نو ما دورونجيتينا ما والو. مرحبا بك عزيزي. نو ما ديرونجيتينا ما والو. واش انت سيريو في داك اللي تكتب لنا صحابنا شاد معايا 60؟ واش سيريو في ديك الاسئله اللي تتسول؟ الا سيريو نتبع معاك ما عنديش اشكال. اوكي يعني انت سيريو. اوكي مزيان. اوكي ما كاين حتى شي اشكال. يا سر باي ماشي ب. كثرتوا اصحاب القرعه كثرتوا. خويا وكيل الملك شوف. من جبليات على الجهد. خويا وكيل الملك. المساله ديال انت منين جيتي هذه المساله راه حسمات فيها البيولوجيا. ما يعني العلم البيولوجيا راه تيعطينا شرح كامل الكائنات الحيه كيفاش تطورت. يعني مساله ديال انا منين جيت سؤال ما غاديش يمشي يبدا غير يطول الطريق على السؤال اللي خصو يتسول. يعني السؤال اللي خصو يتسول ماشي هو انت منين جيتي. مازال ما بدينا لا سوجي لا والو. تنجاوبك على داكشي اللي كتبتي. ندير انا وياك دردشه اخويا وكيل. تعطيني السكايب ديالك نصوني عليك. خصني نحضي من هاد وكيل. انت هو اللي كنتي تتسرق لي كارت كريدي؟ لا خصني نحضي من هاد وكيل الملك هذا. انا كان واحد بحاله هكا تيسرق لي كارت. ماشي انت. اوكي اسمح لي الى اوكي عطيني السكايب ديالك. لان كاين واحد المغربي هكا عنده نفس السميه تقريبا بحالك تيسرق لي كارت. وغير سولت صديقي مالك صاحبي. سولتك راه ما بيني وبينك الخير والاحسان. سؤال ما عندكش سكايب؟ علاش؟ شحال عندكم دابا في السنه؟ عندك انت 1400 هجريه ولا شنو؟ دير سكايب. متصل بالسمارت فون ولا متصل بالبيسي؟ بيسي اللي متصل به سكانستاليه. اعطيني شي حاجه اخرى نهضر معك فيها. انا سكايب لينا ساهل تندوز الهضره ديريكت وصافي. اعطيني شي اداه اخرى نتصل بك فيها. وما يقدر يكون الديمودا عنده ما كاينش والو. كيفاش والو؟ بيسي ديال الخدمه. اوكي البيسي ديال الخدمه فيه البال. اوكي كاين واحد الامكانيه ديال شنو سميتو هذاك الايمو ياك؟ لا ما الايمو تيدير المشاكل. الايمو تيدير المشاكل. جربته واحد المره ما صدقش. معمول الفوقيه والمشاكل. وما عندي ما ندير لك يا صديقي. نكمل معاك بالهضره وصافي بالكتابه وصافي. المهم باش نرجعوا دابا دخل في السوجي دابا. اوكي واش بغيتي تهضر في المايك؟ نخلي لك المايك وتهضر. يعني تطرح اي اشكال عندك سؤال اللي بغيتي. هضر. اوكي ولكن شنو انا بديت نهضر قلتي لي ماشي هذا هو السوجي. شنو هو السوجي دابا؟ بعدا راك تكتب بالزربه. كاين شي وحدين تيفقصوا تهضر معاهم وتي خاصك تسنى 4 ساعات باش يعقب. واش نكمل هضرتي ولا باغي دير شي سوجي اخر؟ ما عندنا ما فهمتش. بديت نكمل معاك بديت نهضر معاك السوجي وانت قلتي لي لا قبال. هضر وراك تنهضر وحبستيني. عندك فيسبوك نتصل بك في الماسنجر ديال فيسبوك لا يغلبوك. هل اتصل بك على الميسنجر على الفيسبوك؟ ويا ضيعنا الوقت. ماشي مشكل دابا كمل السوجي. وراني تنهضر معاك. قلت لك صاحبي السؤال اللي خصو يتطرح ماشي هو انت منين جيتي. لان انت الا سولتيني انا منين جيت، انا ولدتني الوالده ديالي عن طريق النكاح مع الوالد ديالي. حملات جيت انا. هذا هو السؤال. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال ديريكت. وهذا السؤال هذا غير تيطول الطريق علينا. لان انا من نجاوبك هذا الجواب تقول لي الوالده ديالك منين جات والوالد ديالك منين جا. نقول لك جاو من جدي وجده. تقول لي وجدك وجداتك منين جاو؟ نقول لك من باهم وبا وغنبقاو غاديين. فماشي هذا هو السؤال. داكور
عقلك غادي تصوبوا لك الطبيعة. ما فهمتش السؤال ديالك. السؤال اللي خصو يتطرح هو الحياة على كوكب الأرض كيفاش بدات؟ هذا هو السؤال اللي تيطرحوه العلماء، هذا هو السؤال اللي تيبحثوا فيه، هو الحياة لايف كيفاش بدات على كوكب الأرض. وهذا السؤال هذا راه ما عنده حتى علاقة بالتطور، لأن التطور تيتكلم على الكائنات اللي هي ديجا كاينة، يعني كاينة الحياة. هنا نظرية التطور تتشترط ديجا وجود الحياة. فكاينه فرضيات كثيره على كيفاش بدات الحياه حول في كوكب الارض، من بينها الايبايوجينيسيس اللي مشهوره، لان الحياه جات من مواد غير حيه ولات ماده حيه. هذا الايبايوجينيسيس ماشي نظريه يعني انها يعني هي جواب قاطع على السؤال ديالنا، مازال العلماء يبحثون، ولكن في نهايه المطاف ما تتغير حتى شي حاجه، يعني سواء احنا عندنا الجواب ولا ما عندناش ما تغير والو. يعني الحالة ديالنا الآن هي أننا لا ندري يعني كيفاش بدأت الحياة على كوكب الأرض، لكن ما عندناش جواب قاطع. طبعا عندنا مجموعة ديال التخمينات، مجموعة الفرضيات، ما عندناش جواب قاطع كيفاش بدأت فعلا 100% الحياة على كوكب الأرض، ما عارفينش. ولكن علاش تضحك؟ علاش تضحك اخويا وكيل الملك؟ لا ولكن خاص تقول لي علاش تضحك، واش قلت شي حاجه تضحك، واش شي حاجه ما فهمتيهاش؟ لان الا ضحكتي كاين جوج ديال الاحتمالات، اما قلت شي حاجه تضحك، اما قلت شي حاجه ما نقطعكش، ولكن ضحكتي. علاش ضحكتي؟ يعني بغيت نعرف. ماشي دابا انا ما بيني وبينك حتى شي حاجه ما تيهمنيش، ضحكت حتى الغدا، غير بغيت نعرف علاش ضحكتي، يعني بالضبط شنو النقطه اللي ضحكاتك. قول لي دابا علاش تسناني تنسالي؟ انا ماشي باغي نقنعك، انا تنقول لك شنو كاين علميا، شنو فين واصله اخر الابحاث. انا ماشي باغي نقنعك. مساله الاقتناع هذه مساله شخصيه تتعود لك نتايا. يعني راه تقدر تقول لواحد بان الارض تدور على الشمس يقول لك ما قنعتينيش. واش دير لي انت؟ نحل ليه راسو ونخشيها ليه، نخشي ليه داكشي في دماغه؟ هو ما اقتنعش. كاين اللي ما مقتنعش بان الارض كرويه، تيقول لك الارض مسطحه، اش غدير ليه؟ كاين اللي ما مقتنع بحتى شي حاجه، اللي قلتها ليه يقول لك انا ما مقتنعش، ومن بعد ما كاينش. فما عرفتش، انا تنقول لك تنعطيك شنو كاين علميا. يعني مشيتي بحثتيها تلقى هاد الهضره اللي تنقول لك انا، ما تلقاش شي هضره اخرى علميا، لان انت سولتي سؤال هذا تيدخل في مجال علمي ديال الحياه، منين جات الحياه، كيفاش جينا حنا منين. فانت تمشي للمجال ديال البيولوجي، تمشي يعني من نظريه التطور، طبعا تمشي للفرضيات ديال بدايه الحياه على كوكب الارض، كيفاش بدات. فهذه المسائل هذه راه هذا هو الجواب عليها، هو ان في مسائل التنوع ديال الكائنات الحيه هي نظريه التطور تشرح. في مساله ديال بدايه الحياه على كوكب الارض ما عندناش اجوبه قاطعه الان، عندنا فرضيات من بينها الايبايوجينيسيس اللي هي حقل علمي قداش تيبحثوا فيه العلماء كيفاش بدات الحياه على كوكب الارض. هذه هي النهايه، هذه هي يعني الخلاصه ديال هذا الموضوع هذا. طيب عندك شي سؤال اخر؟ لا باش يكون مرتاح الاخ، انا ما عندي حتى شي اشكال، انا اي واحد تيسول تنجاوب بداكشي اللي تنعرف. من بعد هو يبحث راسو، ولا بغى يتاكد، بغى يقتنع. انا ما عندي حتى شي ربح يعني في قناعتك ومن غير قناعتك، ما عندي حتى شي ربح. اوكي نكملوا مع خونا. تيبان لي ظريف هاد خونا اللي تيهضر. صنعت هذه الطائرات، فكيف نستطيع أن نصدق أن هناك كون عظيم يعني بالغ في الدقة وفي التنظيم، من تركيب الذرة الصغيرة إلى بناء المجرة الكبيرة، ذرة صغيرة. يريد الملاحدة أن نصدق أن هذا الكون وهذه المخلوقات وجدت من دون صانع ومن دون خالق. فكيف يريد الملاحدة؟ شتي اولاد الحرام نتوما، شتي وياه راه واش دير؟ غتعاودوا لهم داكشي المغبر. قاري القران زعما قاريه ولا شنو؟ زعما حافظوه ولا شنو بالضبط؟ انا سؤالك ما واضحش. انا
زعما واش فايت قريت القران، واش زعما قريته من الجلده للجلده، ولا راه كلنا قرينا القران، راه اي مسلم قرا القران. زعما واش قريتو قرايه، حيت القرايه مشكله، حيت مازال كاين واحد 90% ديال المغاربه اللي تصحابهم اقرا هي تمشي تتعلم. ديك اقرا باسم ربك الذي خلق هي انك تمشي تقرا زعما المدرسه، حيت حنا عندنا في الدارجه ديالنا القرايه عندها جوج المعاني، اما تقرا بحال تقرا كتاب، ولا تقرا زعما تتعلم ايدوكاسيون في الدارجه ديالنا، وهذه تتسبب لنا مشاكل. فمن تقرا انت يا سوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق، تيقول لك شوف الله اول حاجه هي تقرا، اول حاجه نزلها الله هي الواحد خصو يقرا، خصو يتعلم ايدوكاسيون ثقافه. يا راه لا علاقه، يعني اقرا اللي تقالت لمحمد في الغار هي غيسيت، يعني غيسيتاسيون، انك تتقرا، ماشي اقرا القران. اي نعم، ماشي تتعلم وتولي طبيب. ولكن حنا عندنا ديك القرايه عندنا جوج معاني في الدارجه ديالنا، فعندنا هذا الخلط هذا. نعم افهم القران، وما لا افهمه من القران اعود الى المراجع ديالو، التفاسير المعتمده عند اهل السنه والجماعه، واقرا المعنى، افهم سبب النزول، وافهم الكلمات، وافهم. ودابا تدير ديك الاسئله قصيره اللي خصني ساعات باش نجاوبك، يعني علاش وليتي ملحد. الا فعلا باغي تعرف، راه عندي واحد الفيديو مع الاخ ادريس الجزء الثاني، راه شي 4 السوايع فيه واحد سرد طويل كيفاش يعني نقاط التحول وكل شيء. فإلا قلتو دابا غادي نعاود هادشي، الهضره كامله غادي تعاود. شنو ما عجبكش في الاسلام؟ زوينين هاد الاسئله هادو اللي تيتعاودوا ياك. شنو ما عجبكش في الاسلام؟ اوكي، منين نبدا؟ الاسلام هو دين من الاديان طبعا، ياك؟ واخا اختي صوفيا نجاوب على هذا السؤال هذا اللي تيتعاود دائما. الاسلام دين من الاديان. لو كان الاسلام مثلا الديانه الجينيه، سوري تنهضر ديما على الديانه الجينيه تتعجبني، فيها واحد السلم خارق. لو كان الاسلام بحال الديانه الجينيه ما يكون عندي انا حتى شي مشكل مع الاسلام والو، من غير يعني شي حاجه بساط مثلا ديال التلقين في الطفوله للاطفال. علاش هاد الطفل هذا تتعلموا شي حوايج خارقه للطبيعه، ما وراء الطبيعه، خلي الدري تيكبر ويتعلم، يعني تكون شي حاجه هكا على الهامش. ولكن الاسلام ماشي هو الديانه الجينيه للاسف. الاسلام فيه شريعه، وهاد الشريعه هذه فيها ويلات ومصائب، وهاد الويلات والمصائب تؤثر على الانسان. بسبب هاد الشريعه هذه ماتوا ناس، بسبب هاد الشريعه هذه تحطمت الحياه ديال الكثير من الناس، بسبب هاد الشريعه هذه استعمرت دول، بسبب هاد الشريعه هذه قتل ناس، قتلوا، بسبب هذه فقروا، استعمروا، بسبب هاد الشريعه هذه الناس تكرفصات. فهذا هو المشكل اللي عندي مع الاسلام، هو الخطر ديال هذا الدين هذا على الانسانيه. لو ما كانش هاد الاخطار هذه وكان الاسلام زوين بحال الديانه الجينيه، ما كنتش انا نتسوق للاسلام. انا ماشي ما نهضرش على راسي، انا كاع نسول الملاحده اللي كاينين في الروم، الكفار اللي خرجوا من الاسلام، لان ماشي كل شيء ملحد، ولكن الناس اللي خرجوا من الاسلام. نسولكم سؤال ديريكت، لو الاسلام كان بحال الديانه الجينيه، واش كنتوا غادي تبقاو النهار وما طالت المناشير والبالطوك ومحيحين على الاسلام؟ فوالا، تا واحد ما كنت يهضر عليه، تا واحد ما مسوق للاسلام ديك الساعه، تا واحد. اذا فين كاين الاشكال؟ كاين في الشريعه الاسلاميه. علاش حنايا علاش تنضلوا النهار وما طال نتناقشوا وننشروا ونهضروا ونفيديوهات وصداع الراس ونخسروا من وقتنا ومن فلوسنا ومن طاقتنا ونتكرفسوا؟ علاش؟ لان الناس تعتبر هذا واجب انساني، راه خاصك تفضح واحد الحاجه اللي هي خطر على الانسانيه. الا ما فضحتيش واحد الحاجه اللي هي خطر على الانسانيه، شنو غادي تفضح؟ يعني بحال داك ورا المسائل ماشي بالقله صديقي، يعني انت تحتكم الان للاغلبيه، هذا راه مساله هذه مغالطه منطقيه، توسل بالاغلبيه. انتم قلال، ما شنو تتعني شنو انتم قلال؟ الرسول واصحابه راه كانوا اقل من 100 في مكه،
يعني زعما صافي هما قلال، زعما كنتم قلال بزاف نتوما. يعني انت بالنسبه لك الرسول ما كانش عنده الحق لان قريش كانوا اكثر منه، ولا ما فهمتش؟ يعني التوسل بالاغلبيه هذه مغالطه منطقيه، او التوسل بالعدد اسف، التوسل بالعدد مغالطه منطقيه. كثره عدد الناس اللي تنتميوا لواحد الحاجه ما تعنيش انها صحيحه. ف علاش كنت نهضر اصلا؟ كنت نجاوب على السؤال ديال الدين. نعم، فالشريعه الاسلاميه هي المشكل. الشريعه الاسلاميه وما فيها من ويلات وما فيها من جرائم هي المشكل اللي تخلينا نهضروا عليها. ولا جيتي تلاحظ غتلقى اغلب النقاشات ديال غير المسلم مع المسلم تتلقاها في هذا المنحى. تهضر على الشريعه، الحدود، المشاكل اللي كاينه في الاسلام، يعني الشريعه واش تصلح تكون قانون، واش الشريعه صالحه لكل زمن ومكان. هذه النقاشات اللي تتكون. واش عمرك لقيتي شي كافر تيهضر مع شي مسلم على الحيض والنفاس؟ تيهضر معاه مثلا على المسح على الخفين؟ درت على هذا الشيء هذا اللي ماشي مهم، انما فيه حتى شي خطر على الانسانيه. بغيتي تمسح على الخف ولا تمسح على شعرك ولا هذه شغلك، هذاك ما مسوقينش. ولكن من تجي وتقول لي احكام اهل الذمه وتقول لي الحدود وتقول لي هنا تولي تاثير على الانسانيه، فهنا كاين مشكل. شكرا اختي ليجنديه، شكرا. دانك زا داس زاليب فونديا. لساني ترخى دابا على الالمانيه، ما عرفتش علاش، وقيل الوحي ينزل. سينوستيك انا عندي ماستر في المذهب المالكي، ومع ذلك اكتشفت ان كل شيء تخريف. ايوا كنت مشيتي مع الاحناف كون راك مازال مسلم. سير لابو حنيفه قالت لك الخلطه يصاوبها لك وانت بخير. مشيتي مع مالك صاحبي، مالك راه خايب، مالك راه واحد ولد الحرام منه ما كاين. مشي الاحناف بخير، الراحه والتمام. كون راك دابا تضرب مع راسك لك صاعي ومسلم وبخير عليك. كمل مع داك خونا في اليوتيوب واخا اختي. ناري على سؤال شحال خايب. دابا هانتوما اللي تتخرجوا زعما من الاسلام، انت فين وصلتي انت كاع؟ انت ترى الالمان تيدخلوا في الاسلام اصاحبي، راه شي 50,000 الماني تدخلوا في النار الاسلام. حق الرب ديك النار كاع علاش انت في هذاك سميتها ديك في اليوتيوب اصاحبي، هذيك الامم المتحده ولا ما نعرف ديك السيد الامريكان، وقال لك في نيويورك قال لك شي 4000 يمكن في النار تدخلوا للاسلام. حق الرب. وهذاك الناس الكبار فهمتي، تعرفوا الامريكان قرايه، تلقى داك صاحب الدكتوراه وداك الشيء. نتوما صاحبي انت ما وصلت للباك صاحبي تقول لي انت يا ملحد داك الشيء. سير صاحبي سير تحسن، ما تكون جاك ولا كفاك. الاسئله ديال تعرفوا ديك الناس تدخل الاسلام يدخلون علماء الناصر. علماء الناس كثير من علماء الناس دخلوا الإسلام، وتجدون بعض الشباب جاهل يمرق من دينه. الله سبحان الله، علماء فيزياء، كيمياء، علماء رياضيات، علماء أجنة يدخلون الإسلام أفواجا. وبعض الشباب التائه الضائع يتلقف شبهة من اليوتيوب فيقول كفرت. سبحان الله سبحان الله، هذا الذي آلت إليه أمة محمد، أمة لا إله إلا الله. سبحان الله، والله إنها علامات الساعة. شوفوا أخوانا، منا أن نؤمن بما يسمى عندهم بنظرية الصدفة والعشوائية. يقولون أن الكون خلق. سمعوا راه مهم هادشي اللي تيقول، راه شي حوايج ما عمركم سمعتوهم. نظرية الصدفة، نظرية الصدفة تتقرا في اوكسفورد. هذه تقدر دير PhD في نظرية الصدفة، تولي عالم صدفة. عالم صدفة ويجيبوا لك القميجة خاصها غير صدفة.
شكون تيعيط ليا في هذا الوقت هذا؟ يا الو يا اوكي سوري اوكي ودي على 2016 يا ود. بنتي معيطه ليا في التليفون، عيطه ليا في التليفون قالت لي you're talking too loud، قالت لي تتغوت. ايوا راه مغربي نورمال، كيفاش انا مغربي راه تيغوت. واش ما تتشوفوش الحاجه هزه التليفون وتتغوت باش يسمعها زعما داك الاخر حيت بعيد. وصلت لك الامانه. راه حداك راه التليفون فيه بوق، فهمتيني، راه فيه بوق التليفون، راه ماشي مشكل يعني، تقدر تهضر غير بشويه بحال هكا وراه تيسمعوك. وي فوالا. الويسبر راه تيبان في اليوتيوب الاخوان، حضيو راسك. من الصباح وانا نسولك واش كنتي مع العدل والاحسان وما جاوبتيش، ومن اللي قلت الماستر جاوبتي العنصريه حق الرب. اسمح لي يا اخويا، حيت بزاف الاسئله تتعاود وجاوبت ديجا على هذا السؤال. انا كنت مع العدل والاحسان ولكن كنت صغير في العمر، يعني انا ما كنتش مثلا بحال سعيد بن جبلي كان كبير في عمره وكان ناشط في العدل والاحسان. انا كنت مع العدل والاحسان كنت صغير في عمري. انا خرجت من المغرب صغير، يعني انا مين كانت عندي 14 جات واحد البعثه وصيفطونا اليابان وقرينا شويه تماك، ومن رجعنا عاوتاني صيفطونا واحد البعثه جديده، صيفطونا لامريكا الشماليه وقرينا تما ورجعنا. كنت تنضرب بالحجر في رمضان ديك الساعه. فهاد اش كنا تنهضروا؟ نظريه الصدفه. شات مشى ليا الخط. علاش ما كاينينش ديزادمين كيشاركوا معاك في المايك؟ حيت اخويا والد وكيل الملك انا تنجي غير نهار في 2 سيمانات، نهار في سيمانه صافي. شتي دابا انا نسالي غنمشي ما نعاودش نرجع صافي، غنمشي عاوتاني سيمانه 10 ايام 2 سيمانات ونجي عاوتاني ندير شي امسيه ونمشي عاوتاني. يعني عندي ديك تندير الثيرابي، فهمتي؟ الثيرابي ديالي هي داوي خاوي. تنجي تندير الثيرابي واحد 3-4 السوايع، تنهضر تنفوج على قلبي وتنمشي. حيت انا معكم تنهضر بالدارجه، حيت مع ولادي ومع المراه وداكشي ما تنهضرش بالدارجه. فباش نجدد داك التجديد ديال الدارجه والعهد والبيعه، الولاء والبيعه تنديروا معكم نتوما. فهمتوني؟ شوفوا هاد خونا خلق صدفه وانه جاء بعد تجارب كثيره الاخوان يعني انذار اللي عنده شي شك في الالحاد ديالو، فهاد السيد هذا راه تيدير زعزعه عقيده ملحد. فاللي خايف على الالحاد ديالو يدير ميوت، لان فيه شويه ديال التعزيع ديال زعزعه عقيده ملحد. كاين قانون جنائي ديال هذا السؤال تسول بزاف اخويا وكيل الملك، ولكن المشكل واخا غادي نقول لك ربما تيقنيش. دوزت مرضات ودوزت عمليه جراحيه ديال الموت، وما عمر ربايب ربي فكرت في شي اله ولا شي حاجه، ما باش تكون واضح في هذه المساله هذه. يعني انا عندي يقين 1000%، واخا 1000% ما كايناش، عندي يقين بان ما عمري نفكر في شي اله ولا شي قوه خارقه الا كنت نموت. حيت ديجا دوزتها، يعني ما يمكنش تعاود زعما. وراه هاد الهضره اللي كتبتي ديال الثق بيا اخويا راك غلط اخويا وكيل. راه حتى انا كون رجع دابا واحد 10 سنين للور 11 عام غادي نقول نفس الهضره ديالك لشي واحد الا عرفتو ملحد. فعادي ماشي مشكل. نسولك غير واحد السؤال سريع اخويا وكيل الملك. الله كاين؟ المشكل راه ماشي واش الله كاين ولا كاين سبب للكون، المشكل هو الاسلام اصاحبي. اخويا وكيل الملك، سؤال لك ديريكت وجاوبني يعني بصراحه. شنو هي النسبه المئويه ديال واحد تولد في اسره مسلمه انه يموت على الاسلام؟ اعطيني شي نسبه. مازال تتفكر؟
100%. اوكي صافي، اذا راه صافي. تامل في هذا الجواب ديالك وفي السؤال ديالي وغادي توصل ان شاء الله. غنكملوا. وتجارب يعني عشوائية فوجد هذا الكون. تريد أن نؤمن بمبدأ ونظرية الصدفة العشوائية في وجود سوري ديك البي اتش دي ديال قبيله، الدكتوراه ديال قبيله ماشي في نظريه الصدفه. يعني انت ما تتوليش عالم صدفه، تتولي عالم صدفه عشوائي. اسف شي واحد اللي يغلط ولا شي حاجه، تتولي عالم صدفه عشوائي. اوكي، هذا هو ديال الشهاده الاكاديميه اللي تاخذ في هذه النظريه هذه. هذا الكون وننكر القدرة الإلهية الحكيمة من ذلك الرب العظيم الجليل القدير سبحانه ننكر وتعالى. يعني تريد أن ننكر لكم بنظرية الصدفة والعشوائية، ولا نؤمن بوجود قدرة والله حتى واحد ما بغاك تآمن بالصدفة العشوائية. هذا مالو، هذا شكون اللي باغي هذا السيد هذا؟ واش باغيينو الإخوان يآمن بنظرية الصدفة العشوائية؟ شكون اللي من هنا باغي يآمن بها؟ حتى واحد ما باغي يآمن بها. ومن صباح ومصدعنا تريدوننا أن نؤمن. حتى واحد ما باغيك انك تآمن بالصدفة النظرية العشوائية هذه. ما احنا بغيناك تآمن تقبل النظرية العلمية اللي كاينة بصح، ماشي نظرية الصدفة العشوائية. شنو هي النظرية الصدفة العشوائية؟ أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض. بدي خلي داك الجمل راكد وصافي. حكيم سبحانه وتعالى، حكيم الذي خلقه وتدبيره بين الكاف والنون، كما قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. وإلا كان كن فيكون علاش احتاج 6 أيام؟ كان يدير هذه كن فيكون ممكن ما قل من 6 أيام ولا يكون فيكون قل من 6 أيام. 6 أيام هو تيقول كن فيكون. كن فيكون كن فيكون كن فيكون كوني نخلة كوني نملة كوني خردة كوني. انت كاين شي 3000 نوع ديال الدود، شي 3 المليون نوع ديال النمل. كن فيكون كن فيكون النمله هذه الملونه اللي فيها خط، كن فيكون الدب اللي فيها هذه، كن فيكون الدوده اللي فيها هذه، كن فيكون كن فيكون. الله داير بحال دوك الطلبه، بحال دوك اللي تيعوجوا راسهم في داك المسجد الاقصى حدا السور. كن فيكون كن فيكون كن فيكون. اجي عنده جبريل يقول لي يا ربي بسم الله عليك يا ربي، تقدر تجي شي بديه ديال القباسات، خصني نديرها في القباسات الجايه. دابا انت هاد 6 أيام هي اللي خرجتك من الاسلام؟ لا اخويا والله ما هي اللي خرجتني من الاسلام. شي كاع داكشي ديال المعجزات والبراق وداكشي ماشي هو اللي خرجني من الاسلام. اللي خرجني من الاسلام هي جرائم الشريعه الاسلاميه واخطاء كاتب القران فيما يخص الديانات الاخرى. هاد الجوج هادو هما اللي الاولى بطبيعه الحال هي الاخطاء، ومن بعد الشريعه الاسلاميه الهمجيه. تعاونوا بجوجهم، الجار والمجرور. قديم هذا الراس هذا قديم. صاحبي ولد عبد الملك السعدي، جيتي عاوتاني البوساتي، بدا تقول لي عاوتاني واش عاقل على حزيقه واش عاقل على خربوش. ياك ما عمر ربك تجيب شي سميه جديده. الاسلام دين زوين، التسامح وكل شيء. دابا انت من كتبتيها اخويا وكيل مالك انا اشك انك انت كتبتيها وما متيقهاش. داك اللي تيكتب شي حاجه هو براسو ما متيقهاش، يعني كاتب اسلام دين التسامح بحال اللي تيكتب داك اللي تيكتب لك الاسلام كرم المراه. تعرفوا داك اللي تيكتب على الاسلام كرم المراه واعطاها حقوقا كثيره، اما الغرب فانه اهان المراه. فالمراه عندها حقوق كثيره، حقوق كثيره لا تكاد تعد ولا تحصى. حقوق شنو هما الحقوق؟ ما نعرف شي حاجه وصافي. كرم المرأة، كرمها ماشي كرمها. اوكي، سؤال لك في الفقه الاسلامي نصيك وانا قلت لك انا فقيه. سول لي لك تعرف نجاوبك. اسال وان كان عندي الجواب فساقدمه لك على صحن من ذهب. قريت How Jesus Became God. أبارت إيرمان خاصك تحضر منه شوية يا صديقي.
تروث سيكر. حضي شويه من بارت إيرمان اذا كنتي من الاتباع ديال بارت إيرمان. ماشي حضي منه انه خايب سوانت خسر الهضره مابقاش تكتب الكلام. بارت إيرمان كيفاش غادي نقدر نقولها لك؟ شنو تنسميو هذاك اللي تيبغي؟ لا ماشي ديس اونست، ما نقدرش نقول عليه ديس اونست، ولكن هو بحال تتعرف داك اللي تيبغي يدير، ماشي يبغي يدير ضجه، داك اللي تيبغي يدير مشات لي السميه الاخوان سوري الدماغ ديالي حبس، بحال الباز، بحال اللي تيبغي يدير واحد الضجه، بحال انا نعطيكم مثال بحال شي واحد يجي دابا وغادي يقول يدير كتاب ويقول يدير كتاب على زواج الصغيره في الاسلام، اوكي، وغادي يبيعوا للغرب على اساس ان حتى واحد ما كان عارف هذه القضيه هذه، وكل شيء غادي يتشوك ويبداو يعرضوا عليه واستجوابات، واخا هذه المساله راه كل شيء عارفه يعني ماشي شي حاجه جديده. بارت إيرمان من تيتكلم على الكتاب المقدس، من تكتب على، من تيتكلم على المخطوطات، تيعطيك شي حاجات اللي راه معروفين، ولكن الانسان اللي ما عمره عرف ولا قرا على داك الشيء تيصحابو بان راه شي حاجه كانوا مخبيينها المسيحيين ولا مخبيها الكنيسه ولا مخبيها الفاتيكان، فهمتيني؟ هذاك الشيء راه معروف، راه اباء الكنيسه هضروا عليه، ماشي جديد قديم. فهو تيقدموا على اساس انه راه شي حاجه جديده، تيقدموا على مفاجاه، حرفوا هذه مفاجاه، حيدوا هذه مفاجاه. نعم هو من واحد الناحيه مزيان، لان العوام تيعرفوا شي حوايج اللي ما كانوش عارفينهم، ولكن بالنسبه لواحد الانسان اللي هو عارف الكتاب ديال بارت يقول له هادشي راه معروف، علاش كتبتيه؟ ماشي ضروري يعني هادشي معروف تنعرفوه، ماشي شي حاجه اللي وي تيدير بحال تيزوق بزاف، تيدير الشهره بزاف، تيدير بحال الاشهار بزاف. ما تيعنيش على بان السيد راه ما تنقولش عليه شي حاجه غايبه. بارت إيرمان راه واحد الانسان اكاديمي، واحد الانسان من الناس القلال اللي عندهم يعني تقدر هو هيستوريكا، هو من علماء التاريخ، ماشي غير المسيحيه، من علماء التاريخ، متخصص في الكتاب المقدس، واحد الانسان عنده مكانه كبيره في غير في المساله ديال الكتوبه وداك الشيء كيفاش يدير لها الاشهار وكيفاش، هذه اللي شويه عندي انا عليه بعض التحفظ، لان داك الشيء اللي تيدير تيحاول انه يبحث على السونساسيون، هذه اللي كنت نقلب عليها، تيقلب على السونساسيون في عوض ما يقلب على الأكاديمية أكثر. ولكن أنا نقدر نفهمه فيها، لأنه تيقلب على إلا قلب غير على الأكاديمية أكثر ما غاديش يربح الفلوس، يربح خاصك دير شي حاجة خارقة للعادة باش يعني تشهر لها بزاف، باش العامة يتشوكا ويشوفوا ويقول لك وي هذه خطيرة، ويبداو يشريوا الكتاب ويدخل الفلوس. وصلت الفكرة؟ أوكي شكرا. علاش كنت نهضر؟ ديدي سولومان بغى يسول السؤال ديالو وزرب عليا، قال لي صافي وصلت الفكره، ها السؤال ديالي يلا جاوب. هل يحل لابن ان يرث ملك يمين ابيه بعد وفاته ويدخل بها؟ نعم ممكن، الجواب هو نعم، لان ملك اليمين هي الورث ديالو، وي ورث، هي سلعه، فممكن ينكحها. وي غير هو اذا كان في حياته ما يمكنش ينكحها، في حياه باه، يعني باه مثلا باه مشى شرا يمكن باه مشى مثلا شرا معزه، شرا ملك يمين من السويقه، اوكي، واحد الوالد مشى شرا ملك يمين من السويقه وجابها للدار، ما يقدرش الولد ديالو ينكحها، الاب يقدر، يعني الوالد يقدر يرطب، الابن ما يقدرش ينكحها، ولكن الا مات الوالد وورثها الابن يقدر ينكحها، لان ملك ديالو تتولي ملكه، فما فيها حتى شي اشكال فقهيا.
لا، ولكن هذا النكاح راه بمعنى سميتو هذاك النكاح هذاك بمعنى الزواج، هذاك بمعنى الزواج يا صديقي ديدي سولومان، ماشي الوطء. ملك اليمين راه ماشي زواج، ملك اليمين راه عبدة جنس، تقدر تنكحها كما بغيتي، راه ما كاين حتى شي اشكال. احنا ما شوف اخويا ديدي، احنا ما عندنا حتى شي اشكال. الا قال لك لا يمكن يعطينا المرجع فقط. احنا باغيين المراجع، نقدروا الا كنا احنا على خطا نصحوا الخطا ديالنا. الا كان الابن شنو هي الحجه ديالو؟ يعني من اي مرجع فقهي؟ الا يعطينا مرجع فقهي ونقراوها. لا، ولكن هذه الايه ماشي مرجع، تخربيقه ما لا علاقه. فخاصك ترجع مع التفسير ديالها، لان لو كانت هذه الايه تتعني ما يقول هو، اذا غادي تلقاها في كتب الفقهاء. فهمتيني؟ تلقاها كاينه في كتب الفقه، وتلقى ان الفقهاء استندوا على هذه الايه فيما يخص ملك اليمين، تلقاها. فإلا ما لقيتيهاش اذا راه يكذب، ماشي يكذب، انه هو ربما ما عارفش، ما فاهمش، او غير لقاها وجاتو على قانتو. صيفط لي رابط ديال الخلاع. فراسك العقل اللي عطاك الله، ويلي على تهمه. كاينين افكار ما وراء العقل، هي الله كاين. الله كاين، قوبو كاين. انا اللي ديك الاسئله العقل ديال المسلم خطيره، فهمتيني؟ نرجعوا لها الدخونه بحالي ديتكتد. فلا يستوي أن نؤمن بإله قادر سبحانه وتعالى، حكيم حليم، يتصرف بالكون كما يشاء. لا تستوي هذه العقيدة وبين ما يريده الملاحدة أن نؤمن بما يسمى بالصدفة والعشوائية. أبدا، هذا يعني لا يستقيم حتى. ويلي نبي لاحظتوا غير قلتها قالها نبي I'm telling you النبوة عقلا عند أهل العقول السليمة. والملاحدة المعاصرون إخواني في الله هم نفسهم الملاحدة القدماء الذين كانوا يسمون بالدهريين منذ آلاف السنين. هم أنفسهم الملاحدة، هم الدهريون. وقد رد الله عليهم سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله بعد ذلك: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. شتي الجواب شحال واعر. قال لك ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. ربما وقيلا ربما، فهمتي؟ انا تنظن واخوانا تنظن راه ما كاين والو وقيلا. حنا هما الدهريون، حنا هما حزب ديال الدهر. اختي الدهريه لاباس، اختي اللي جين ديال الدهريه صافا. خويا الدهري، خويا الدهري، اختي الدهريه. بقاو نديروا بحال ديك الاشارات ديال خويا الفلاح. خويا الدهري، اختي الدهريه. الغله هذا العام خاصكم ديروا ليها المبيدات. اوف شيت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كاينش الرايب، ما كاين لا رايب لا سيرو لا حليب لا حتى شي حاجه. ايوا راه ما جاوب الله والو في هذه الايه هذه. واش لاحظتوها؟ كنت نتسنى انا لي زارغيمون. واش ما كنتوش تتسناو حتى نتوما لي زارغيمون؟ انا كنت نتسنى، لان قال لك قالوا ان هذه حياتنا، يعني نموت ونحيا ولا يهلكنا الا الدهر. يعني نورمالمون هو تيقولوا قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اذا دابا الله غادي يبدا يعطينا الادله اللي غادي تفرعنا، فهمتي؟ يعطينا الدليل المضاد اللي يخلينا مندهشين وما فاهمينش. ناري الله فهمنا، وبالاخر بدا خروطو حتى شي حاجه.
وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم أش دخل دابا آياتنا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هادشي هذا قل الله يحييكم ثم يميتكم ورا ما مآمنينش حنا بهادشي هذا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفين هي الحجة؟ عطانا راس الخيط ياك. بلاتي راه يقدر يزيد شي معلومات أخرى من بعد. أثبت الله عز وجل أثبت أن الذي خلقهم وخلق آباءهم وخلق أجدادهم أثبت هو الذي أحياهم سبحانه وتعالى وهو الذي يميتهم أي يدخلهم في قبورهم وهو الذي يخرجهم من قبورهم في قوله تعالى ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك فيه. لا شك فيه. نعم الله أثبت. ونقول أنه مما لا شك فيه أن كثير من دول العالم الغربي الآن والشرقي تعاني للأسف الشديد من نزعات إلحادية شديدة وقوية. الغرب مشى كله بسبب أمرين. الأمر الأول الشيوعية المنهارة الملحدة والأمر الثاني العلمانية الكاذبة المخادعة. لا عطانا هذا الفيديو هذا سير اخويا الله يخليك ديما ضاحك الله ينصر دينك الله يخليك ديما ضاحك ما عمرك تقلق في حياتك كامله اللي جاب لنا هذا الفيديو هذا لان غير هذه الجمله هذه صافي غير هذه صافي هذه عرفتي زبده هذا الفيديو هي هذه الجمله هذه الزبده. الغرب قال لك باش نترجموها للدارجه قال لك الغرب مشخله يعني كاع دوك الحراقه وداك الشيء ما عرفتش انا فين تيمشيو ودوك الجحافل ديال اللاجئين داك الشيء ما عرفتش علاش تيمشيو تما. الغرب خلا صافي جوج اسباب الشيوعيه والعلمانيه الكاذبه. شي على مشكله اخوان كاينه شي خدمه في المغرب الرجع تنعاني هنا اخويا خوتي عاونوني راني تنعاني هنا في كندا من العلمانيه الكاذبه ومن الشيوعيه. والله العظيم انت مشاكل تبدا تفكر بعض المرات فعلا انا تنبدا نفكر واش حنا كلنا هومو سابيان. اما اذا تكلمنا عن انواع الالحاد الالحاد ممكن نقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو الإلحاد العاطفي الانفعالي. خويا ندير معكم مناظرة في الإلحاد أخويا واش أنت ملحد عاطفي ولا شت واو ختامه مسك. واش ماشي كلكم في شوق تعرفوا أين نوع أنتم؟ شكون اللي هنا معنا ملحد عاطفي كتب 69 باش نعرفوا شكون معنا فهمتي نخندقوا راسنا كل واحد يخسي راسو في مجر. هو معنا هاد ماستودون هذا 69 ناري كلكم ملاحده عاطفيين. واو جيب شي لا ادري تفرقع فيهم جيب. والإلحاد المادي النفعي والإلحاد هذا أنا الإلحاد المادي النفعي هذا أنا هذا تصحاب الماسونية والشيكات والفلوس دايرة وداك الشيء. النوع الثالث الإلحاد العلمي العقلي. هذا زوين هذا الإلحاد العلمي العقلي. أوكي إذا عندنا الإلحاد العاطفي الإلحاد المادي والإلحاد العلمي العقلي. أوكي اشرح أخوي اشرح. الشيط الماضية عن العلم. هذا الموقف وهذه الهزة العاطفية الشديدة بلاتي الذين تعرضوا لا تعبد يشرح دابا الإلحاد العاطفي. هذه التقسيمات الثلاثة. أوكي اشرح لي. إما أن يكون إلحاد عاطفي انفعالي أو إلحاد مادي نفعي أو إلحاد علمي عقلي. فالإلحاد العاطفي أو الانفعالي هذا النوع من الإلحاد يكون عادة لدى الناس الشباب الذين تعرضوا لأزمات نفسية شديدة
أو موقف معين عاصف في حياتهم. هذا الموقف وهذه الهزة العاطفية الشديدة جعلتهم يكفرون بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك دائما نجد هذا النوع من الملاحدة عندهم شعور بالغضب والسخط والاستهزاء بالدين، وكأنهم يريدوا أن شعور بالاستهزاء بالدين. عندك أخويا من عنده هنا شعور بالاستهزاء بالدين؟ أنا عندي شعور بالاستهزاء بالدين. من عنده شعور بالاستهزاء بالدين؟ من الأخطار القرآن من ديانات الأخرى، جبريل كاين بزاف يا صديقي. أنا تكلمت في هذا الموضوع بزاف ديال أخطاء كاتب القرآن. هو كاتب القرآن كما تنقول دائما، إلا درتي امتحان في المسيحيات، وجبتي كاتب القرآن وجبتي تلميذ ديال مدرسة الأحد المسيحية، تلميذ في عمره 12 عام، وبجوجهم دوزوا داك الامتحان. داك التلميذ ديال مدرسة الأحد غادي يجيب 10 ولا 12 على 20، وكاتب القرآن يجيب 0 على 20. هذا هو المشكل، فهمتي؟ لأن كاتب القرآن ماشي تيجهل شي حوايج اللي شوية متعمقين في المسيحية. كاتب القرآن تيجهل أبجديات المسيحية، يعني داكشي دو باز. هذا هو البروبليم. كاتب القرآن ما تعرف حتى شنو هو الثالوث. كاتب القرآن ما تعرف شنو هو الروح القدس. كاتب القرآن ما تعرف شنو هي الأناجيل. كاتب القرآن ما تعرف شنو هي الأناجيل القانونية والأناجيل المحرفة ولا تسمى الأناجيل المنحولة. ما تعرفش، لا يفرق بين الأسطورة والحقيقة. نعم، فهل يعقل أن يكون هذا هو خالق الكون؟ يعني تعيا ما تشوف، يعني تقدر تدوز ليه خطأ، تقدر تدوز ليه جوج، تقدر تدوز ليه 3 الأخطاء، ولكن ملي يكون عندك 100 خطأ ما يمكنش تدوزهم كاملين. هذيك بوحدها، هذيك عاوتاني ديال الخطأ ديال العاول وداكشي هذاك بوحدو. ينكروا الدين فيطبق. قال لك انفعال، يعني كاين ناس اللي يلحدوا انفعال، يعني عندهم ديبرسيون. هذه قال لك الله صافي ما كاين لا الله لا والو، كفروا. فهذا هو الملحد العاطفي المنفعل. الملحد العاطفي المنفعل هو هذا النوع الأول. دابا يهضر لنا على النوع الثاني. الإخوان إلا الصوت ديالي تغير راه المرض وصافي، فسامحوني. سامحيني، لا ماشي سامحيني، شنو سميت داك الديسك هذاك؟ ناوليني 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 سيف أمي ناوليني. أعوذ بالله. تيقول لأمو أعطيني السيف. ناوليني السيف أمي ناوليني. يا حافظ. اضطروا إلى الإنكار بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول، وهو النوع الإلحادي العاطفي الذي هزته عاطفة معينة وحدث معين فجعله يلحد. النوع الثاني من الإلحاد هو الإلحاد المادي النفعي، صاحب المنفعة، الفلوس الخوت. وهذا غالبا يكون صاحبه يعني أو الشخص ينكر وجود الإله أو وجود الخالق سبحانه وتعالى من أجل مصلحة مادية نفعية. يرى أن هذه المصلحة تتحقق له بهذا الإلحاد. نورمال. مثلا الأخذ من الدنيا ونعيمها، سواء كان من حلال أو من حرام، أو يكون أحيانا غارق في الملذات الإباحية كالجنس واللهو. ويعني وشنو العلاقة بالإلحاد؟ الله ينعل دين ربايب ربك، شنو العلاقة بالإلحاد؟ واش ديك 5 مليون ديال المغاربة اللي تيشربوا الروج وتينكحوا وتيمشيو لدور الدار، واش ملاحدة؟ شنو العلاقة بالإلحاد؟ مال هذا؟ واش الملذات عندها شي علاقة بالإلحاد؟ شنو العلاقة؟ ما هي العلاقة بين الإلحاد وأنك تكون تشرب الشراب ولا تتنكح في دار العايرات؟ شنو العلاقة؟ بغيت غير نفهم أنا. واش ضروري تكون ملحد باش تمشي تنكح تلدد؟ راه لا علاقة. إلا كاينه العلاقة، إذن راه الناس كاملين اللي تيشربوا في المغرب وتيديروا الزنا وتيديروا هادشي كامل كلهم ملاحدة، لحدوا.
راه ما تحتاجش انك تكون ملحد باش دير هذا الشيء هذا، راه تقدر ديرو بلا الحاد. ما فهمتش انا هذا السيد هذا باش تيفكر هذا، واش تيفكر بدماغه ولا تيفكر بالقلب ديالو؟ الاشياء الاباحيه فيرفض اي. هذا اسمه ممدوح الحربي، هذا اسمه ممدوح الحربي. محاضرة جديدة في سلسلة تاريخ الحضارات والأديان بعنوان الإلحاد، وتكلم فيها الشيخ عن عقائد هذه المدرسة وأشهر رموزها وأنواعها وأساليبها وشخصياتها، ولا قلت رموزها وشخصياتها، وأين يتواجدون في العالم. مشاهدة ممتعة. قيود تقيده دينيا، ولهذا يرفض أصلا فكرة الإله، فينكر وجود الله عز وجل حتى يستمتع بهذه الماديات. هذه من أكبر التخربيقات اللي مازال المؤمن مسكين تصحابه بالصح، من أكبر التخربيقات، من أكبرها. إلا نتايا تتولي ملحد باش تقدر دير، نفرضوا حنا واخا هذه المسألة راهي تخربيقة، نفرضوها حنا نقولوا أوكي نمشيو معاكم حنا بعيد، نفرضوا بأن سيدي أنا باغي نسكر باغي نشرب، أنا ما تنسكر ما تنزني ما حتى شي حاجة، ونفرضوا غير نفرضوا، أنا ما نهضرش على راسي، نفرضوا أسيدي أنا باغي ندير شي حاجة خايبة وخصني للحد باش نقدر نديرها، نفرضوا أوكي. فالسؤال الآن يعني أنا عارف بأن راه الدين حق، لأن أنا درت الإلحاد غير باش نقدر ندير، ياك؟ يعني أنا عارف بأن كاين جهنم خالدين فيها، عارف كاين عذاب القبر، عارف كاين ملائكة العذاب، الزبانية جهنم، عارف بأن الله حاضين بعويناته الفوق، عارف بأن الملائكة ديال اليمين والشمال تكتبوا السيئات والحسنات. أنا عندي علم يقين بأن هذا الشيء كاين، ولكن أنا بغيت نتلدد فالحت. واش أنا ربايب ربي عندي الدماغ؟ واش عندي ذرة ديال العقل أنا؟ واش كاين شي واحد يؤمن بأن الجهنم حق وأن عذاب القبر حق ويقول لك نسمح فيه باش نمشي ننعس مع شي وحده ولا نسمح فيه باش نشرب الروج؟ شاد التخربيق هذا. إلا كنت أنا مؤمن بهذه الأمور هذه راه ما غاديش للحد. علاش غادي نكفر أنا؟ واش نحمق؟ واش غادي نسمح أنا في الخلود؟ نسمح أنا في حاجة خالدة إلى ما لا نهاية باش نتبرع أنا في الدنيا؟ بغض النظر على أنني ممكن نتبرع ونقول ربي كبير وما نلحدش، بغض النظر على هذه نمشيو حنا معهم. يعني واحد المنطق متهالك ما شاد حتى شي حاجة، لا يعرف ألف باء منطق. طيب زيد. النفعيات. القسم الثالث من الإلحاد هذا هو المهم، هو الإلحاد العلمي العقلي. قال دوكنز. وهذا الإلحاد ينشأ نتيجة نظريات علمية معينة، يعتقد بنظريات كفرية معينة تتناقض هذه النظريات مع الدين، مثل النظريات العلمية. ويلي سمعتوها ولا لا؟ نظريات علمية كفرية. شتي؟ خصكم تزيروا، لأن لما ركزتوش ما غادي تستافدوش من الدرس خاصك تستافد منه. كاينه نظريات علميه كفريه، هذه ما خاصش يقراها المسلم. مثلا مشيتي مثلا تقرا في هارفارد ولا اوكسفورد، خاصك ديك الديبارتمون ديال البيولوجي ما تقربش ليها، لان تما تيقريو نظريات كفريه. فهمتي؟ خاصك تحضي من داك الشيء هذاك. التي قال بها كارل ماركس، والتي قال بها مثلا نظريه شارل داروينز. شنو هي هذا؟ علاش دخلتي مسكين كارل ماركس؟ مسكين ما دار والو. شنو علاش دخل هذا في علاش دوز كارل ماركس مسكين دخلو حتى هو؟ علاش ما مسكين هاد كارل ماركس اللي جات يتكرفص عليه ما دار والو مسكين. فريدريك نيتشه وكذلك سيغموند فيرويد. هذه نظريات فيرويد هذا فيرويد هذا ودي الذين هو اللي فيرويد على وزن فيرويد. فيرويد على وزن مرود. مسكينة فخويد هذا مسكين. بدأ أصحابها بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة كفرية. لم يكن لفكرة الخالق سبحانه وتعالى أي دور فيها،
ننتقل الآن أحبابي في الله إلى التأسيس. حرام عليهم الناس هادو، علاش؟ حشومه صاحبي، وانت صاحبي تدير لي زيكواسيون ماتيماتيك وما تدخلش فيها الله. ما فهمتش انا الناس هادو ولاد الحرام هادو، هاد العلماء ديال النظريات الكفريه العلميه الكفريه، ما ولاد الحرام. يعني انت تدير ليكواسيون ديالك خلي مسح شي رقم تما وحط الله، يعني ما علاش ما مدخلش فيها الله انت؟ والله الا حرام هادشي اللي تيديروا. يعني انا ما عرفتش، كان ضروري يدخل الله شويه، يعني حيد شي رقم شي اكس ولا شي حاجه، حيدها وخشي الله تما وغادي تولي ان شاء الله نظريه علميه مباركه باذن الله. علاش محيد انت الله من كل شيء؟ علاش؟ وابرز الشخصيات طبعا يعد اتباع المدرسه العلمانيه. صافي سالا كل شيء، يدخل دابا في الشخصيات، سالا كل شيء على الالحاد دابا، ضرب الالحاد كامل فيه مقتل ويدخل دابا في الشخصيات. هم المؤسسون الحقيقيين للإلحاد، وكذلك لا ننسى أتباع المدرسة الشيوعية والوجودية والداروينية، وكذلك الحركة الصهيونية والحركة الماسونية التي أرادت أن تنشر الإلحاد في الأرض عن طريق العلمانية التي أرادت أن تفسد فيها. واو ناري، خصنا شي ساعة دابا باش نعاودوا نقادوا هذا الشيء هذا. أوكي، خصنا نمشيو دابا دقة لأن داك الشيء صعيب وكثير. اوكي رجع السين تاع اللور نشوفوا هذا الشيء هذا. شوف شنو قال دابا، قال لك اسيدي العلمانيه والشيوعيه هما اللي صوبوا الالحاد. اوكي يعني خصنا نركزوا دابا، العلمانيه والشيوعيه شوف والوجوديه والداروينيه، العلمانيه والشيوعيه والوجوديه والداروينيه هما اللي صوبوا الالحاد. وقيل بلا ما نعلق، يعني ما لا نحتاج. ولكن من بعد تمشينا مع حنا في الخط واستفدنا من هضرته. نوستيك كافر مغربي تنتحداك في مناظره مع احمد ديدات، غتجبدو من القبر. خطر الناس. فمشينا معاه حنا في الخط، مشينا معاه في الخط السيد هذا، ومن بعد اش قال؟ شوف. وكذلك الحركة الصهيونية والحركة الماسونية التي أرادت أن تنشر الإلحاد. الصهيونية والماسونية بغات تنشر الإلحاد. دابا الصهيونية والماسونية تينشروا الإلحاد. يعني هي أصلا أنت إلا كنتي ملحد ما تقدرش تكون ماسوني، هذه الأولى. يعني خاصك تكون تتآمن بمصمم بشي، يعني صانع الكون ولا هذه، خاصك تكون تتآمن به باش تدخل أصلا باش تكون عضو في الماسونية. ولكن هما تينشروا الإلحاد ماشي مشكل، يعني هما تينشروا الإلحاد، ولكن باش تكون عضو معاهم خاصك تكون تتآمن بواحد الخالق وواحد المصمم. والصهيونية ما عرفتش أنا شنو علاقة الصهيونية مع الإلحاد. يعني الصهيونية تتنشر الإلحاد، أي حاجة تيدخلوا فيها الصهيونية، لاحظتوا؟ أي حاجة، يعني طاحت رافعة في الحج الصهيونية، حزق واحد في الحرام الصهيونية دارت. ما شنو العلاقة الصهيونية في نشر الإلحاد؟ علاش تنشر الصهيونية الإلحاد؟ الصهيونية من صالحات نشر التدين ماشي الإلحاد، ماشي مشكل. ولكن شنو تيستعمل الصهيوني والماسوني؟ هذا هو المهم. اسمعوا. في الأرض عن طريق العلمانية التي أرادت أن تفسد فيها يعني أمم الأرض. عميق. وكذلك عميق. قال لك الصهيونية تنصر الإلحاد عن طريق العلمانية التي تفسد فيها في الأرض. اختارع نظرية في 2 ثواني، اختارعها يعني تيصوبها. يعني الصهيونية تنشر عن طريق العلمانية التي تفسد في الأرض. الإلحاد يعني نشر الإلحاد بالمادية المفرطة والانسلاخ من كل الضوابط التشريعية الدينية والأخلاقية. من أجل على دورة دار قداش هذه خصها تاكل شي 4 الكينات الفيتامين وتعاود تسمعها شي 4 المرات، هذا غادي تفهم شنو قال. عرفتي واحد الضربه، واحد الدوره جابوا له العلمانيه الداروينيه الوجوديه، هذه دورها مشى للصهيونيه، والصهيونيه استعملت العلمانيه والالحاد، والعلمانيه نشرت اعتمدت على الماديه والافراط
بودربالة أن يسيطر اليهود في نهاية المطاف. وبالاخر يسيطر اليهود في نهاية المطاف. واش هاد السيد عنده سكريبت تيقرا منه ولا غير تيقول اللي جاتو في راسو تيقولها؟ انا حسيت به بعض المرات تيهضر اللي جاتو في راسو تيلوحها، يعني ما مهتمش بشي سكريبت ولا شي حاجه، ياك اللي جاتو تيقولها. المهم اللي حيت المسلم اي حاجه قلتيها بحال هكا تيمشي معاك في الخط. اي حاجه انا نقدر ندير بحالو دابا، يعني دابا نقدر ندير بحالو. انتم انا نصاوب فيديو دابا في يوتيوب، كل شيء امبروفيزي، يعني ما عندي حتى شي فكره في راسي، ولكن نقدر نصاوب شي حاجه تعجب المسلمين. والو بوالو. فإن شاء الله في هذا الدرس سنتعرف على بعض الخبايا والأسرار للصهاينة. وتاريخ الصهاينة هو تاريخ طويل، معروف أنهم كانوا يشاركون في مجموعة من الحروب، وكان لهم دور كبير في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وحصلوا على الكثير بعد الحرب. وهم الآن ينشرون في الكثير من مقررات التعليم في بلداننا، ينشرون الكثير من السموم، ومعروف هذا. مثلا في تركيا في مقرر حتى بعض الكتب مطبوعة في إسرائيل، معروف هذا الأمر، وممولة. والممول نسيت اسمه، والله نسيت اسمه، هو الذي مول هذه الكتب، ولا زالت تطبع إلى يومنا هذا. فالصهاينة لعنهم الله يروجون لهذه الأمور ويحتجون بالعلم، فتجدهم يدافعون عن الداروينية، يدافعون عن الوجودية، يدافعون عن كل هذه المذاهب المختلفة، والهدف هو السيطرة على العالم وأن يسود اليهود. دابا هاد الهضره هذه تقولها لشي مسلم ما تعرفكش، اي يبدا يدير براسو ويقول سبحان الله، وهي راه والو، هادشي كامل اللي قلت ما عنده لا راس لا اساس. ولكن المسلم عنده دوك لي ريسيبتور، تيسمع هادشي ديال ماسونيه صهيونيه اسرائيل يسود اليهود شي حاجه تيتحل، فهمتي؟ تتحل ليه داك كلشي تيتحل، تيولي يستقبل كلشي بحال دوك اللي تيعبدوا في الكنيسه، دوك الحماق تيبدا يهز يدو الفوق، واللي قلتيها ليه تيبدا يشطح بحال هكاك. المسلم اللي قلتيها ليه تدوز، ما يقلب، ما يبحث، ما يشوف شنو تتقول الماسونيه، شنو هي الماسونيه، شنو هي الصهيونيه، كيفاش تدخل معاهم هذه، شنو الداروينيه، شنو العلاقه، ما تيبحث ما حتى شي حاجه. المهم نسيت اسمه وزيد. شحال سهل الاسلام، وهادشي ديال تاع الشاب شحال سهل. الاخوان دابا انا كون درت فيها الشاب ماشي كون بخير، كون القناه ديالي في اليوتيوب فيها شي 2 المليون مشترك، نبقى ندير مناظرات مع الملاحده ونبدا نسف لهم داكشي ديالهم فيه. انا مقاتل مع 14 ملحد هنايا تيصيفطوا لي ورده مره الله ينعل ربي بربكم، ما ربحنا معاكم والو، على الحزقه والنقه بحال الكساله. كذلك من اسباب انتشار الالحاد هو نشر اليهود للنظريات الالحاديه، مثل ربو دابا يبدا شاد في اليهود، والله لا طلق منهم دابا. واسي محمد راه موضوع الحلقه هو الالحاد، ياك ما بدل العنوان الوسط، وموضوع الحلقه هو الالحاد. مال هذا السيد هذا من الصباح هو شاد في اليهود، قال لك اليهود ينشرون عاوتاني، مشكله هذه. يبقى شاد في اليهود مساكن وما تيامنوا، ماشي هما الوحيدين ما حتى شي حاجه. نظريه ماركس في الاقتصاد، وهذه النظريه نظريه معقده اقتصاديه تعرف بنظريه فائض قيمه العمل. اشرح لنا. وكذلك نشر نظريه ما قالوها ليه صافي قالها، ما تعرف حتى شي حاجه على ماركس والو، ولكن المهم ماركس ولا حرام. زيد فيرود هذه نظريه فيرود هي المهمه. نظريه فيرود هي اهم حاجه. دابا تسول ربايب ربوا على كتاب واحد ديال فرويد ما يعرفش، هو ما تعرف تنطق سميتو. المهم فيرود بنو ميرود، زيد فيرود بنو ميرود. قول. علم النفس، وهي التي كانت تعرف بنظريه اللاشعور. وكذلك حاولوا ان ينشروا نظريه داروين في اصل الانواع، او ما تعرف بنظريه التطور ومبدا الانتخاب الطبيعي، وهو يعني النظريه تقول باختصار ان الانسان ترقى يعني من مراحل، من خليه ثم ترقت الى ان اصبح قرد ثم ترقى. كان قار نعينوا على داروين
باختصار نعم اي نعم باختصار كان قارن عينو عسي على داروين، ما الاول قارن باغي من اليهود لماركس لداروين القروده كان خليه ثم باختصار كان خليه ثم قرد ثم انسان باختصار داروين كون راه دابا تينتف ديك اللحيه ديالو في القبر زيد هذا القرد الى ان اصبح انسان سوي. وكذلك حاولوا أن ينشروا نظرية دوركايم في علم الاجتماع، ونظريته هذه كانت تعرف بنظرية العقل الجمعي، وتسمى بالعقل الجمعي، وهي نظريات فلسفية معقدة كفرية كلها كفرية، كل شيء كفري. دوركهايم كافر، داروين كافر، ماركس كافر، فيرويد كافر. أنا اللي معجب هنا، اللي معجب هو كيفاش ما يعني هو ذكروا قبيله قال لك فريدريك نيتش، ولكن علاش ما شدش فيه؟ واش مازال غادي يجيبوا ولا؟ لان نيتش هو اللي كان خصو يشد فيه مزيان، نيتشه هو اللي كان خصو يشد فيه. هذه النظريات اخواني في الله هي التي اسست الالحاد معقده. اما انتشار الحركات الالحاديه بين المسلمين في وقتنا الحاضر هذه بدات بعد مباشره بعد سقوط الخلافه الاسلاميه في الدوله العثمانيه، حيث صدر كتاب في تركيا كان هذا الكتاب يطعن في الأديان كلها طعون قبيحة، وكان يخصص الطعن في الدين الإسلامي. خرجت كتب متخصصة في هذا شنو سميته؟ وهذه الكتب كانت فيها دعوة صريحة للإلحاد بالدين، ودائما كانت هذه الكتب تشيد وتثني على تنستفدوا معك والو اخويا، ولكن المهم على الاقل تنضحكوا شويه، ما شي استفاده والو. يعني تتفرج في فيديو فيه 25 دقيقه وما تخرجش حتى بشي معلومه، هذا هو المشكل ياك، ولكن تنضحكوا شويه وصافي. اما هي 25 دقيقه حتى شي معلومه. يعني كان ممكن تمشي لليوتيوب وتسد عينك، يعني سد عينك في اليوتيوب وكليكي اي حاجه كليكيتي عليها وانت سد عينك هتستافد اكثر من هذا. اي حاجه كما بغات تكون هتستافد اكثر من هذا. والو هضره كلها فراغ. العقليه الاوروبيه الغربيه. كذلك ظهر اسماعيل احمد ادهم، وهذا الرجل حليب الحماره راه صحي يا صاحبي، ديما تتقولوا ما تينفع ما تيضر بحال حليب الحماره راه صحي، راه تيتباع في القراعي. واش ما فراسكمش؟ يعني تقدر تقول ما تينفع ما تيضر بحال الخراد باللارج ولا شي حاجه، اما حليب الحماره راه تيتباع راه صحي. تقدر دير بتي بانا بفرماج ديال الحمار وتمشي تدوز امتحان ديال الماط، الى طفرتيها جي دفل عليا. حاول ان ينشر الالحاد في مصر، والف رساله بعنوان لماذا انا ملحد، وقام بطبعها في مطبعه التعاون في الاسكندريه في عام 1926 للميلاد تقريبا. أسس في مصر في عام 1928 للميلاد جماعة كانت يعني تهدف لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب، واتخذت هذه الجماعة دار العصور مقرا لها، وسمت نفسها برابطة الأدب الجديد. وكان أمين سر هذه الجماعة رجل اسمه كامل ولكن علاش يعاود لنا هذا الشيء هذا كامل؟ حنا بغينا نسمعوا على الالحاد، يعني هضر لينا على لي زارغيمون ديال الملاحده. انا نورمالمون الا كنت مسلم، اوكي انا مسلم ياك، انا مسلم وباغي ندير محاضره على الالحاد، شنو غادي ندير؟ غادي نجيب الدلائل الالحاديه وغادي نجيب الدلائل الايمانيه. هادشي اللي غندير نورمالمون باش تكون واحد المحاضره اللي قيمه اللي يستافد منها الملحد والمؤمن. وديك الساعه كل واحد يشوف الدلائل اللي تتبان ليه اقوى من الاخرى. فجيب الدلائل تحطها تقول ها هي دلائل الايمان وها هي دلائل عدم الايمان، وتشرحها للناس. يعني هذا اضعف الايمان تشرحها للناس، تبسطها للعوام باش يفهموها وصافي. والسيد من قبيله هو تيحاجي لينا امي الغوله اليهود فيرويد. ما شنو علاقه ديال فرويد باغي تشرح انت الالحاد وتتهضر على فرويد؟ شنو العلاقه؟ تتهضر على ماركس وداروين؟ اش دانا حنا لهذا الشيء هذا كامل؟ راه كاينه دلائل ديال الايمان ودلائل ديال عدم الايمان. داكشي زعما ماشي صعيب بزاف،
ويرتانا كيلاني، لكنه تاب إلى الله بعد ذلك. ومن أعلام الإلحاد في العالم أتباع الشيوعية، طبعا يتقدمهم كارل ماركس اليهودي الألماني، ويأتي كذلك إنجلز وهو عالم الاجتماع الألماني، زيد داروين، زيد. ويأتي كذلك أتباع الوجودية، المدرسة الفلسفية، زيد داروين، زيد الوجودية، ويتقدمهم طبعا جان بور سارتر وسيمون دوبرفوار وإلبر كامي دوبرمان، كذلك أتباع الداروينية اللي قلنا. ومن الفلاسفة الأدباء كذلك نيتشه وهو فيلسوف ألماني، وبرتنت راسل وهو فيلسوف إنجليزي، وهيجل فيلسوف ألماني، وهربرت سبنسر هذا إنجليزي كذلك، وفولتير أديب فرنسي. هؤلاء كلهم كانوا ملاحدة ويدعون إلى الإلحاد. ننتقل الآن إخواني إلى الأفكار والمعتقدات التي يعتقدها الملاحدة. دابا الإخوان هتشوفوا دابا غادي يفضحكم دابا، هذه هي دابا دابا غادي يفضحكم دابا، فهمتي؟ الأفكار ديالنا والمعتقدات ديالنا، وخصكم تركزوا. دابا غادي يفضحنا لأن غادي يعري الأفكار والمعتقدات ديالنا. أنا ما عندي حتى شي فكرة، ولكن هو غادي يفضحنا دابا على رؤوس الأشهاد. فزيروا دابا مزيان وحلوا ديناتكم، غادي يفضح ربنا دابا. اليزي افو مارك بريبارتي. ما بغيتيش تشعل، جات لهنا وسكت، يلا زيد. أول المعتقدات هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور، تعالى الله عما يقول الظالمون. واش دخل فكرة ومعتقد لهذه إنكار وجود الله؟ وهذه راه ما أفكار ما حتى شي حاجة. كيفاش إنكار وجود الله فكرة؟ واخا سيدي مسامح كريم ندوزوها لك، زيد الثانية. علوا كبيرا. والله عز وجل يرد على هؤلاء الذين ينكرون وجوده سبحانه وتعالى بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. هذا عنده ديك الفكرة، فهمتي، ديال المسلمين، ديال أنه إلا جاوبك بالقرآن صافي، عنده ديك الفكرة، فهمتي، ديك ديال غادي نضربك بآية من القرآن. يعني أي موضوع تكون تتهادي صافي، تيجيب لك آية من القرآن تيقراها عليك صافي، يعني ما عندك ما تزيد، ما عندك فين تململ، لأنه هو تيقدس القرآن لواحد الدرجة، يعني ديال أنه كلام الله، وأن الله اللي مصيفطو، والكاميرا الخفية اللي حاضيانا هي اللي كتباتو، داك الشيء. تيلوح لك الآية صافي، يعني ما تزيدش. تيصحابو راه تيتعامل مع مسلم، لأن في التعامل ديال المسلمين هكا، يعني ما بين مسلم ومسلم كنت تهضر معاه تقول له الله تيقول في القرآن: إن بعض الظن إثم، تيسكت المسلم الآخر صافي، سكتيه. هذيك هي النقطة ديال الإسكات ديال الآخر، هو أن تجيب ليه آية قرآنية. ولكن أنا القرآن ديالك راه ما تنآمنش به، يعني إلا ما جبتيش لي دلائل منطقية ودلائل اللي واقفة على الصح واستدللتي بشكل صحيح، راه ما غاديش نتبعك. يعني آية قرآنية تلوح ليا في وجهي راه بحال إلا لحتي ليا ما نعرف بلا ما نقول شي كلمة خايبة ويتقلقوا المسلمين. زيد. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى على هؤلاء الملائكة، تيهضر مع المشركين وداك الشيء. حنا راه ما تنآمنوش لا بهذوك الأنداد لا به هو. يعني الآية راه ما تتجاوب لا علينا لا حتى شي حاجة، ما عندهاش علاقة بالإلحاد. ما عرفتش. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر مقاتل ديما مع الشمس والقمر، الشمس القمر، الشمس القمر البعير، الشمس القمر البعير، الشمس القمر البعير. يعني تيتكلم دائما على الأشياء اللي محيطة به فقط. يعني تيشوف الشمس القمر، الشمس القمر، الشمس القمر دي في أي كاع الآيات في فلك يسبحون. الشمس راه الشمس راه القمر بعد ديالنا راه لا علاقة، راه حتى شي حاجة، ماشي شي حاجة. القمر ديالنا شنو هو القمر ديالنا؟ راه كاينه كواكب اللي فيها مئات الأقمار. فين مصور؟ حنا راه والو حتى شي حاجة.
يعني مصادع مع الشمس ديالنا حنايا، ديما الشمس ديالنا، الشمس لينا كبيره وتطلع وتتهبط وتدور. اللي مضحك في المراجع الاسلاميه او في الفهم ديال الاسلام هو ان الشمس ديالنا غادي يكون عندها دور في يوم القيامه. يعني تصوروا الاخوان، الشمس ديالنا اللي هي واحد من الملايير ديال الشموس اللي كبر من الشمس ديالنا، غادي يكون عندها دور يوم القيامه. واش هادشي ما تيخريش بالضحك؟ دابا كاتب القرآن تيصحابوا الشمس راه شي حاجه، هي طبعا الشمس راه شي حاجه بالنسبه لينا حنا، ولكن يوم القيامه الشمس ديالنا ما يعني بالمقارنه مع الكون المعروف وداك الشيء ما لا علاقه. فالشمس غادي تقترب من رؤوس العباد يوم القيامه وبداو يعرقوا وداك الشيء يعني راه الفا سينطاوري هو اقرب شمس لينا حنا، راه قد الخلا راه مضوبل الشمس ديالنا ما عرف شحال. يعني ما واش تيعرف كاتب القرآن فعلا بان النجوم اللي تنشوفوا في السماء راها شموس، وربما تدور عليها حتى هي كواكب؟ فهمت انا؟ يعني عنده واحد ديك الفهم ساذج، يعني تيهضر على داك الشيء، الثمرات والارض والبحار والاوديه والهادي والفلك تجري نائبين وسخر لكم الليل والنهار. سبحانه الليل والنهار كل هذا سخره الله عز وجل لبني آدم، وهؤلاء ينكرون وجوده سبحانه وتعالى. ومن أقوالهم ومن عقائدهم كذلك أنهم يقولون إن الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة. عرفتي شحال تيعاودوا فيها هادشي ديال صدفة وجد صدفة وجد الحيوانات كل شيء وجد صدفة. شكون اللي قال لك ان الحيوانات وجدت صدفة؟ شكون هذا الحمار اللي قال لك ان الحيوانات وجدت صدفة؟ يعني هو اصلا تيامن بان راه الله كان قال سموتي كن فيكون، كن حمار كان، كن بغل كان، كن نمله كان، كن نوع اخر من النمل كان، كن نوع اخر من النمل كان، كن نوع من الدود كان، نوع من اخر من الدود كان، نو كون كان يكون كيكون نكون يكون كتكون يكون فيكون كن الله كان بحال الحمق شي مليار عام والله تيهز في راسو بحال الحمق تيصوب. وفي الاخر 98% ولا قريبه ل 99% ديال الحيوانات كامله انقرضات. يعني الله ما صدقش. يعني تقريبا 99% ديال الحيوانات ديال الكائنات اللي عاشت على الكره الارضيه انقرضات. يعني الله ما صدقش. ولا شنو تنعنيو بها هذه؟ ما عرفت شكون اللي اقترح هذا الفيديو، المهم تلاح هنا نسيت. سينتهي كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت. ينكرون يوم القيامة، يعني يعتقدوا أن الكون والحياة وجد صدفة وسيذهبان صدفة ولا يوجد يوم القيامة. يعني شكون هذا ولد الكلبة اللي قال لك بان هادشي كان؟ شكون اللي قال لي هاد الهضره هذه؟ انا عزيز عليهم هاد الصدفة عزيز عليهم. صدفة هاي دور يقول لك صدفة عشوائية. نظرية الصدفة العشوائية، تؤمن بنظرية الصدفة العشوائية. شكون اللي قال لك هاد الهضره هذه؟ الكون سيأتي يذهب صدفة تيقولها لأن عزيز عليهم صدفة. فهمتي؟ دابا المسلمين دوك المبوقين اللي تيسمعوا هاد الهضره هذه عزيز عليهم يسمعوا صدفة، يقول لك لا ما يمكنش صاحبي، ما يمكنش. واحد الكون هذا البديع، وهاد الشموس هذه، وهاد الكواكب، وهاد الصنع المتقون، هادشي ما يمكنش يكون صدفة صاحبي. والعقل ديالنا وجد صدفة، وهذا الكون هذا والجسم ديالنا والحيوانات، وشوف سبحان الله هذه ما يمكنش يكون صدفة. فعزيز عليه أن يدير ذاك الكونتراست ديال الصدفة وديال التصميم البديع. فهو عزيز عليه أن يقول صدفة باش أنت ديما يبدأ تفكر تقول أول ما يمكنش يكون هذا الشيء صدفة. لأن أي واحد سولتيه ما فهم حتى شي حاجة غادي تقول له هاد مثلا هاد شي حاجة في الإنسان، أي حاجة الخلايا شي حاجة، تقول له هاد الشيء جا صدفة. واش الانتخاب الطبيعي صدفة؟ هذا هو السؤال. واش الناتورال سيلكشن واش صدفة؟ الناتورال سيلكشن ضد الصدفة، العكس ديال الصدفة. الانتخاب الطبيعي العكس ديال الصدفة، لأن الانتخاب الطبيعي تتعامل مع الطفرات اللي تتخليك على قيد الحياة. لو كان الانتخاب الطبيعي صدفة كون راه روينا عندنا،
لو كان صدفه كانت تكون روينه، لان ديك الساعه ما تبقاش تعتمد على الطفرات اللي غادي تفيدك باش تبقى على قيد الحياه، يولي ياخذ اي طفره وديك الساعه تولي القضيه مرونه، ما يبقاش يعني راه العكس تماما ديال الصدفه هو الانتخاب الطبيعي، وتيجي تيقول لك صدفه لا حياه لمن تنادي. يعني يريد أن نؤمن بنظرية الصدفة والعشوائية، نظرية الصدفة ولا يريد منا أن نؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى وقدرته الباهرة في خلقه. والله عز وجل رد عليهم بقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو العقاب ديالكم إلا ما عارفينش الإخوان، غادي يجرجركم ربي في جهنم، حيت أولاد الحرام انتم تتقولوا فيرويد وتتقولوا ماركيس وتتقولوا داروين والماسونية وغير ولاد الحرام انتم، حيت انتم عاطفيين أصحاب الملذات، يعني بغيتوا تلددوا وداك الشيء، فغادي يسحبكم من وجوهكم، غادي يمرمدكم تما في جهنم، غادي يفرشخكم الله تما. يعني تصور واش ماشي محزن هذا الأمر أن المسلم يؤمن بإله تيخشيف الناس السناسل في الدبور ديالهم وتيعذبهم إلى ما لا نهاية. فكروا غير في هذه القضية هذه، فكروا فيها. يعني المسلم تيعبد تيسجد تيبقى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا ربي ننجح في الامتحان، يا ربي يعطوني الفيزا السويد. فهذا المسلم هذا تيآمن بأن هذا السيد هذا اللي تيتعبد ليه وتيخشع وتدمع عيناه وتيصوم ليه وتيصدق من أجله، هذه أنه واحد السادي جالس تما فوق العرش ديالو تيشوف الناس تيتعذبوا وتيتخشوا فيهم السفافد والمهارز إلى ما لا نهاية. ما كاينش نهايه. دابا كون كانت نهايه نقدروا نقولوا هذا راه حكا حيت الله راه من الاسماء ديالو المنتقم وداك الشيء زعما والعدل، وراه هاد الناس هادو ما بقاوش يامنوا وراه تكرفص عليهم شويه ومن بعد قال لهم يلا روحوا تقاودوا سيروا الجنه ولا شي. نقدروا نقولوا صافي ربما. لا 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 لا، انا وياك اخي الملحد، لا ماشي الملحد، اخي الدهري، خويا الدهري واختي الدهريه، انا وياك غادي نبقاو في واحد الحفره ديال العافيه، تيتخشاو فينا الطورنوفيسات في الدبور ديالنا، الجلد ديالنا تيتحرق وتيعاود يدير جلد جديد الى ما لا نهايه، انفيني. ما كاينش النهايه، ما كايناش. علاش؟ حيت حنا خدمنا عقلنا في الدنيا وبان لينا بان ما كاينش شي دليل قوي على ان هادشي كاين. صافي، يعني ما قتلنا حد، ما درنا حتى شي حاجه، حياتنا مشات عاديه، كنا تنخدموا على ديورنا ووليداتنا، يعني بلا ما نبقاو نقول المسائل الخيريه اللي تيدير الانسان لا حاجه لها، الناس راه كلها تدير الخير وهكاك، وغادي نتكرفصوا هذه التكرفيصه. هذه راه قمه الساديه، قمه الساديه هي هذه. لان نمشيو حتى منطقيا، انت العمر ديالك اللي تتعيش في الدنيا شحال؟ العمر شحال تتعيش؟ نقولوا تعيش مثلا 80 عام، نقولوا 80 عام، نعطيوك 80. من قلتي 80 اذا جبتي هي هذيك، اذا انا غادي نعيش 80 عام، محالش، ولكن المهم نقولوا 80 عام. من تولدتي تا وليتي تتفهم شويه وهذه 18 عام 20 عام، نقولوا خرجتي انت من الاسلام على 30، نعطيو غير مثال على 30، ومتي على 80، يعني 50 عام وانت كافر. وبطبيعه الحال من تكبرت ولا تتخرف ما تتعرف والو، ونقولوا هنا 50 عام ماشي مشكل، 50 عام وانت كافر. شنو هي 50 عام في تاريخ الكون؟ 50 عام في تاريخ الكون شنو هي؟ تاريخ الكون اللي تقريبا 14 مليار عام، والو، هي والو، يعني قل من انك تغمض عينك وتحلى، قل منها، ما تتبانش كاع انت والو حتى شي حاجه. ولكن بسبب هاد 50 عام الله غادي يعذبك الى ما لا نهايه. ماشي غادي يعذبك 50 عام ولا كاع حيت هو منتقم وهذا يعذبك 100 عام يطوبلها لك زعما. لا لا لا، اتخلد انت. يعني داكشي اللي درتي في 50 عام وماشي درتي شي حاجه خايبه، غير فكره في راسك، ما امنتيش، ما اقتنعتيش، ماشي زعما درتي شي حاجه خايبه، ما اقتنعتيش، غادي يبدا يتكرفص عليك الى ما لا نهايه. قمه الساديه وقمه لا منطق ديال جهنم هو هذا. يعني الا ما كانت جهنم وكنتي غير تتخوف بها الناس نقدروا نقولوا وي، ولكن الناس راه تتامن في الاسلام راه جهنم حرفيا،
راه ما فيهاش مجاز، راه فعلا كاينه واحد التقبه ديال العافيه، فعلا غادي يتكرفسوا عليك، فعلا يبدلوا لك الجلد ديالك، فعلا غادي تاكل الزقوم وغادي تشرب الماء سخون يقطع لك الامعاء ديالك، وفعلا فعلا فعلا هادشي كامل فعلا.